أشهد على فاضل طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنة بفيروس كورونا اليوم. أضرار بشرية في حادث مروري بخط حقات كرمل. تنظيم نفير لحماية التربة والمياه في عد النفاس. المجلس العسكري في مالي يلقي الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا. وكوريا الجنوبية تعلن أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفا غير محدد. قناة السويس المصرية تحقق على إيرادات شهرية في تاريخها. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بالإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنة واحدة قادمة من عرزة في الإقليم الجنوبي بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9735، شفي منهم 9631 وتوفي 103 مريضا، بينما توجد مريضة واحدة بالوباء تتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 4 مايو 2022. أسفر حادث مروري وقع يوم 3 مايو على خط حقات كرمد عن إصابة 22 مواطنا بجروح بليقة وطفيفة. وأفادت شرطة حقات بأن الحادث وقع عند انقلاب سيارة تويوتا هيلوكس في منطقة وقب نتيجة للشحن الزائد والسرعة الفائقة. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بنقل 7 من الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة إلى مستشفى كرنا، كما تم نقل 3 ممن تعرضوا للكسور إلى مستشفى جلاس العسكري، فضلا عن علاج 12 حالة إصابة طفيفة في مستشفى حقات العمومي وعيادة كربد. وأوضح الناجون من الركاب والسائق لوكالة إيرينا بأن الحادث وقع لسوء الطريق والشحن الزائد والسرعة الفائقة، مشيدين بالإسعافات الصحية العاجلة التي وجدوها من الشعب والكادر الصحي. كما أوضح مسؤول التحقيقات الجنائية في شرطة مديرية حقات الرغيب سيمون والمريم لوكالة إيرينا بأن عدم امتلاك السائق لرخصة القيادة سبب إضافي للحادث، داعيا شركة حارات للمواصلات العامة لتخصيص حافلة على الخط لدرء مثل هذه الحوادث المرورية. وأشار السكان إلى أن السيارات الصغيرة التي تنشط على خط حقات أشرة شبق وعد أري عد عمر وبعض أجزاء إقليم القاشبركة تعمل على نقل الركاب بأعداد كبيرة وأسعار باهظة، مطالبين بضرورة تخصيص شركة حارات حافلة على الخط لإصلاح الوضع. يقوم سكان ضاحية عد النفاس في مديرية أخرية بالإقليم الأوسط بنفير لحماية التربة والمياه يستمر لشهرين بدءا من 26 من أبريل الماضي. وأوضح مسؤول الزراعة في الضاحية سيد شيرين في الساتيون مشاركة أكثر من 250 شخص في النفير يوميا لبناء المدرجات الحوضية. وأكد المشاركون في النفير على أهمية المدرجات المشيدة في مساقط المياه، وطالبين بتوفير شتول الأشجار المقرر قرصها مع بداية الخريف. وأفاد مكتب الزراعة في الضاحية بتنظيم نفير مماثل لبناء المدرجات وإنجاح أعمال التشجير خلال العام الماضي. كرم الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا 21 من الطلاب المتفوقين بينهم 5 طالبات من عرزة بجائزة عند ماسو التي تقدم على مستوى الإقليم الجنوبي لإحرازهم أكثر من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة. وأوضح مسؤول الاتحاد في مديرية عرزة سيد اسمروم ستيفانوس بأن الجائزة تقدم بهدف جعل الطلاب المتفوقين مثالا يحتذى به وتشجيعهم على مواصلة التفوق التعليمي. من جانبه أشاد مدير مديرية عرزة السيد رؤسوم كفلاي بجهود الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا لرفع قدرات الطلاب بالتعاون مع وزارة التعليم. في غضونه ذلك جرى في المناسبة تخريج 293 شابا في مجال تصفيف الشعر والعلوم الاجتماعية. عقدت شرطة مدينة عصب سمينارا حول القانون لطلاب مدرسة واللآب والمريم الثانوية. وشرح قائد مركز الشرطة الثاني الملازم ثاني حامد إدريس في السمينار أضرار الجرائم على الأرواح والممتلكات والتي تعد مرفوضة من حيث القيم والمعتقدات، داعيا الطلاب للتعاون الواعي من أجل مكافحة الجريمة. ونشد الطلاب بضرورة احترام قوانين المرور أثناء التنقل من وإلى المدرسة، مشيرا إلى أن قيادة الدراجات دون إضاءة واستغلال الدراجة الواحدة بواسطة أكثر من فرد من الأفعال المعهودة لدى الطلاب والمتسببة في الحوادث المرورية. وقال الملازم حامد بأن رفع درجة وعي الشعب عامة والطلاب خاصة مهم للحد من المخالفات والحوادث المرورية.
استشهد يوم أمس 3 مايو الجاري المدير العام لقسم التنويع الزراعي في وزارة الزراعة المناضل حرويس قدوم والمريم جراء مرض ألم به عن عمر بلغ 76 عاما. التحق المناضل حرويس قدوم في صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم قبل الاستغلال في جهاز الزراعة التابع للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في مختلف مستويات المسؤولية، وبعد الاستغلال عمل كمسؤول ومنسق لمختلف أقسام وزارة الزراعة. المناضل الفقيد حرويس قدوم متزوج وأب لابنين، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم الأربعاء في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة الزراعة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل حوريس قدوم، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. فضل الفضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجبا الانتهاكات الصارخة للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية وخروقاتها الكثيرة للمجال الجوي المالي. ومنذ أسابيع يلوح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكل القرار الصادر دليلا إضافيا على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين. وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية برخان والأوروبية في عملية تاكوبا في مالي. وشمل القرار اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في العام 2014 بين مالي وفرنسا. وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي أن حكومة مالي تشهد منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا. أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ومنذ مطلع العام أجرت بيونغ يانغ أكثر من 10 تجارب صاروخية، من بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في سابقة فريدة منذ العام 2017. وعلى الرغم من خضوعها لعقوبات صارمة، سرعت كوريا الشمالية جهود تحديث قدراتها العسكرية، وأجرت هذا العام اختبارات على أسلحة محظورة، متجاهلة عروضا أمريكية لإجراء محادثات، في وقت حذر فيه مراقبون من احتمال استئناف النظام الستاليني تجاربه النووية. ومن جهته، جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي التهديد بأن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم بشكل استباقي أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية. قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع أن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي. وأضاف أن إيرادات القناة في أبريل زادت بنسبة 13.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حين بلغت 553.6 مليون دولار. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد سبق وأن أعلن أن إيرادات القناة في فبراير قد ارتفعت بنسبة 15.1%، وأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 قد سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين. هذا وتؤمن قناة السويس عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكل صلة وصل بين أوروبا وآسيا. في الخبر الأخير، نجحت شركة روكيت لاب الأمريكية ومقرها كاليفورنيا بالتقاط صاروخ إلكتروني أطلقته في وقت تحاول فيه الشركة جعل صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية. ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة، أجبر الطاقم المروحية على ترك الصاروخ بعد التقاطه بدقائق ليعود ويسقط في المحيط الهادئ، حيث كان فريق مختص بانتظاره على متن قارب. وتطلق روكيت لاب، وهي شركة فضائية أمريكية بانتظام، صواريخ يبلغ طولها نحو 18 مترا من شبه جزيرة ماهايا النائية في نيوزيلندا لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء. هذا وقد أطلق الصاروخ الإلكتروني وأرسل 34 قمرا صناعيا إلى المدار قبل أن يبدأ قسم التعزيز الرئيسي في السقوط على الأرض. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة مواطنة بفيروس كورونا اليوم. أضرار بشرية في حادث مروري بخط حقات كرمد.
تنظيم نفير لحماية التربة والمياه في عد نفاس. المجلس العسكري في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا. وكوريا الجنوبية تعلن أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفا غير محدد. قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.